جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل تدريس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم المولد يعتبر جائزا وليس من البدع؟ الجواب: إذا خصص الشخص درسا في سيرة النبي في يوم المولد هذا خطأ. أما إذا كان يدرس ففي يوم المولد كان الدرس في سيرة النبي جاء على حسب السير التدريسي، ما في شيء، بخلاف الذي يحيي المولد لكن يقول أنا أدرس سيرة الرسول، أنا ما أفعل مثل ما يفعل أصحاب المولد من شركيات وبدع، أنا سأدرس سيرة الرسول وندعو الناس إلى المولد الليلة وسأعمل لهم درسا في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. نقول هذا ليس بسديد. فاليوم الذي هو يوم مولد لا نجمع الناس باسم المولد، ولو قرأناهم قرآن ولو علمناهم قرآنا لا نجمعهم باسم المولد، لكن ندعو الناس إلى التعلم قبل المولد وبعد المولد، ونعلم قرآنا وسنة سيرة وغير ذلك والله المستعان.